الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب عبده ليش يعاقبه؟ شنو يعني؟ يريد ينتقم من عنده؟ لا، وحياتك هذا الإنسان مسكين فقير ضعيف، يعني اعتقد أن هذا الإنسان بقدر ما هو جبار هو ضعيف، بقدر ما هو ضخم هو ضعيف، هو ضخم بعقله وهو ضعيف بجسده. شو حياتك هاي النملة؟ علماء الحيوان يقولون النملة أقوى من الإنسان، لأن أحيانا النملة تحمل أكثر من وزنها، يعني بمعدل وزنها 50 مرة. الإنسان ما يقدر يحمل بمعدل وزنه 50 مرة. هاي النملة هي من النواحي أقوى من عنده، لكن الإنسان قوي بعقله، فالله عز وجل يعني ينتقم من هذا هو شنو؟ حتى الله عز وجل يحط قباله ينتقم منه، مو مسألة ينتقم من عنده أبدا، ولا يريد يحمي المجتمع أيضا من عنده إنما يريد تأهيله، يريد يطهره ينظفه، وخصوصا المؤمن الله عز وجل يريد يطهره قبل أن ينقله إليه، قبل أن ينقله. أحيانا إذا ما صار لما يطهره يشدد عليه سكرات الموت، حتى يطلع من الدنيا مغسول نظيف شوية، من النوع. إذن نرجع للموضوع. الله عز وجل عندما يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ما عنده هدف، ما يصنع ربي بعقابنا بعذابنا، ما عنده هدف بعذابنا أبدا، وإنما يريد أن يرحمنا. ومن الرحمة أحيانا أن يؤدبنا، من الرحمة. وإلا أرجوك الآن أبو إذا لزم ابنه وضرب ابنه، تتصور يعني يريد ينتقم من ابنه؟ طبعا يريد يهذب ابنه. الأب يريد تهذيب الولد، ما يقسو على ابنه أبدا. فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. هل إذا عاد يجون علماء الكلام يقولون الله عز وجل يعلم بقبح الظلم، يعرف أن الظلم قبيح، طيب، ويعلم باستغنائه عن الظلم، يعرف أن غني، هو غني ما يحتاج إلى أن يظلم أبدا، هو يعرف أن الظلم قبيح ويعرف نفسه أن غني، إذن معناه لا يقدم على ظلم. فإذا صار ما يقدم على ظلم شنو عنده؟ عنده رحمة، ورحمته تسع البر والفاجر. حتى ورد أن الله عز وجل جعل الرحمة 10 أجزاء، جزء من الرحمة أنزله إلى الدنيا، بها يرحم الأب ابنه، والأخ أخاه، والولد أباه، بها يتراحمون، بها يعطف بعضهم على بعض. وادخر من رحمته 9 أضعاف ما وضعه في الدنيا علما ليوم القيامة. نسأل الله أن لا يحرمنا من رحمته. اتأمل الباري عز وجل هذه الرحمة التي وضع منها جزءا من 10 أجزاء بالدنيا، والباقي ادخر للآخرة. هذا غير ما عنده، لأنه يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب قد يضاعف لمن يشاء. فرحمة الله عز وجل، الله كتب على نفسه الرحمة. وإذا تريد تشوف شلون كتب على نفسه الرحمة، اتأمل، ارجع شوية إحنا إن بالدنيا، شوف أنت سوي لك شوية إساءة ويا واحد، شوف شلون يحقد عليك، شلون يصبح كتلة من النار تريد تحرقك، لأنك أنت يوم من الأيام خالفت برأي من الآراء، أو كلمت بكلمة شوية ما عجبته. إذا كلمت بكلمة، واحد قام العبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان يخطب على المنبر، وصار وقت الغروب إلى أن غابت الشمس، قام له واحد قال له أنت ما صليت، الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك، أنت ظليت تحكي إلى أن غابت الشمس، ليش؟ قال له اللي تقوله هو صحيح، بس اضربوا عنقه، حطوا بالقاع. منو أنت حتى تقوم تأمرني بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نبه لي. لاحظ شنو حقد الإنسان، لاحظ شنو مقدار ما يحمله الإنسان من تعدي ومن ظلم ومن حقد. فيقول له أنت تمام، أنا أؤمن بأنك هذا اللي قلته صحيح وفاتتني الصلاة، لكن أنت تجرأ
هاي سهلة، هاي تجرى، اكو اكثر من هاي عشان الفت نظرك. فاليوم هارون الرشيد جابوا له ماء يشرب. لما جابوا له الماء ليشرب، واحد من القاعدين عادي، هذا كان قاعد، شمته. لما شمته يعني شنو؟ يعني قال له يرحمكم الله، ماكو او هنيئا، ماكو واحد يقول له. واحد لما يعطش، هارون الرشيد شرب ماء وعطش، شمته هذا قال له يرحمكم الله. فمن طلع شاف الفضل وزير الرشيد متألم، والرشيد تمعر وجهه. قال له أنا شنو سويت غلط؟ شو أنا أشوف الرشيد تمعر وجهه وشفتك أنت تغيرت، شنو الموضوع؟ قال له أنت أصبت السنة وأخطأت الأدب. أنت السنة صحيح، هي السنة أن واحد إذا عطش يقولوا له يرحمكم الله، أنت أصبت السنة لكن أخطأت الأدب. يعني شلون؟ قال له يعني مثلك أنت ما عندك منزلة حتى تقول له يرحمكم الله. يكون واحد إلى منزلة اللي تتناسب وياه يلا يقول له يرحمكم الله. ترى موجودة، مو تصور يعني ما جينا شيء معلق بالهواء، إلى الآن يعيش هذا. قال له أنت كأنه السنة والأدب مفترقان. شوف الجرأة أيضا، يعني السنة ما تلاحظ الأدب وأنت تلاحظ الأدب. تأملوا، هذا خليفة من خلفاء المسلمين. فلما تتصور أن الإنسان بهاللون من الحقد يصير عنده هاللون من الحقد، شوف إحنا نقعد من الصبح نبارز الله بالمعصية يومية، من الصبح، مثل ما يقول الدعاء خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فتلاحظ إحنا دائما عندنا ناس يكفر بالله، يعترض على حكم الله، يعرض عن الله عز وجل، ومع ذلك تتصور الله قابله؟ قطع عنا أسباب الرحمة أبدا. العافية وياه، والخير وياه، والعمر وياه، ويعطي كل شيء. أرجوك، أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وسعت رحمته كل شيء. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، يرحم عباده. ولذلك أنت لا تطلب الرحمة إلا من الله عز وجل. حتى وضعها عند من يرحم، هي هبة من الله، هي هبة من الله. كل رحمة حتى إذا وجدت عند الإنسان هي هبة من الله عز وجل للإنسان. فالرحمة الله عز وجل هي عنده، وأمرنا بالرحمة أيضا. قال إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. ثم جعل أكو مصادر للرحمة. شنو هي المصادر للرحمة؟ تنبه لي. لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. هذول مصادر الرحمة. أولا الشيخ الراكع، هذا رجل كبير السن، يعرف نفسه صار قريب إلى الله عز وجل، يتنفل بركعتين إلى الله، يتقرب إلى الله. هذا الآن أصبح مثلا بقاء بالحياة قليل، ينتظر أن ينتقل إلى رحمة الله. هذا الآن منقطع إلى الله عز وجل، الله يشوفه مقبل عليه، وإذا أقبل عليه الله لا يدبر على عمن أقبل عليه، وهذا أقبل على الله، الله تبارك وتعالى يقبل عليه بوجهه، يعتبر مصدر من مصادر يرحم العباد به، الشيخ الكبير. ولذلك أمر الله عز وجل بتوقيره. من وقر شيخا ذا شيبة قيض الله له من يوقره عند شيبته. إذا شاف مثلا كبير ووقره، الله يقيض له واحد عينا يوقره. هذا واحد مصدر من مصادر الرحمة. المصدر الثاني وبهائم رتع، هاي البهيمة يعني أي ما عدا الإنسان، هالحيوانات هذه اللي الراتعة، هذه مصدر من مصادر الرحمة. هاي ما عندها لسان تعبر عن ألمها ولا عندها. ولذلك احنا عندنا أذية الحيوان تعتبر منهي عنها، منهي عنها غاية النهي، يعني لا بد من رحمته. ولذلك تتأمل الفقهاء يقولون إذا واحد استأجر له دابة، هاي الدابة استأجرت نقلة من بلد إلى بلد،
وغراضه اللي يستأجر بها الدابة معروفة قدام عين المؤجر، ما إلى حق هذا بعد يضيف شيء من الأثاث على ذاك الأثاث اللي شاف المؤجر، لئلا يسبب أولا أذى للحيوان، نعم، وبنفس الوقت يجيب شيء زايد يستحق مقابله أجر صاحبه. ملحوظة راحة الحيوان حتى بهذا، راحة الحيوان ملحوظة، نعم، حتى بهذا. أنا عندي أغنام مثلا أعلفها، ما أكل، الدنيا أجدبت قحط، ما أكل بالأرض شيء يأكله تأكله هذه الأغنام، يقولون يجبر صاحبها على أن يهيئ لها الطعام والشراب، ما عنده يبيع قسم من عندها ويشتري بثمنها طعام للباقي، حتى لا يؤذي هذا الحيوان، يعرضه إلى الجوع أو يعرضه إلى العطش. أكثر من هذا كثير لو تلاحظ، ما يقبل المشرع الإسلامي واحد من عندنا يوقف على ظهر فرس ويقعد يحكي ويا الثاني وقد اختلفت عنق فرسيهما، يظل يحكي وياه مدة طويلة، يقول له انزل ريح على الحيوان، هذا مو مجلس، هذا مو مكان مال قعدة، خليه يرتاح الحيوان، احكي قد ما ادري تحكي، بعد ذلك اركب، لا تعبه هذا. تتأمل هذا اللون من الرحمة والعطف حتى بالحيوان. الله عز وجل يقول ولولا بهائم رتع بعد وأطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. أطفال رضع، الطفل حبيب الله، الطفل حبيب الله، قريب إلى الله، يمثل الفطرة الإنسانية، بعد المجتمع ما ملوثة، بعد كل طهر كل براءة، هذا مصدر من مصادر الرحمة. نبه لي وذن هالثلاثة ما رحموهن الأمويين يوم الطف أبدا أبدا. لا تتأمل، لا رحمة الطفل الرضيع، ولا رحمة راحلة عندما أضرموا النار، ما رحمة حتى راحلة، وحتى الطفل الصغير أيضا ما رحمه. مو من اللوب ولا من الإنسانية أن الطفل الصغير يعرض علما إلى العذاب إلى الألم